عمرك فكرت في صوت تكة المفتاح؟ الصوت البسيط ده اللي ممكن يفرح قلب أو يكسره. كل بيت ليه حكايته، وكل ست ليها إحساس مختلف مع التكة دي. تعالوا أحكي لكم عن حكايات سمعتها، حكايات بتوجع وبتعلم وبتفتح عيون. واحدة من حالات الطلاق اللي حضرتها كان سبب موافقتي على الطلاق جملة بسيطة جدا قالتها وهي موجوعة: بطني بتوجعني، تي ميعاد رجوعه. واحدة تانية قالت لي: من سنين كنت أتمنى ولادي يعرفوا التمن اللي بدفعه كل يوم علشان يسمعوا صوت تكة مفتاح أبوهم في الباب ويحسوا بالأمان إنه وصل. وقفت قدام المعنى ده كتير. غريب قوي الإحساس اللي بيوصل لكل ست مع صوت تكة مفتاح جوزها في الباب. في ست قالت لي: أول ما كنت بسمع مفتاحه كنت بحس إني مخنوقة. وصل الشخص اللي بيسحب مساحة حريتي واحترامي الآدمية. كنت بحس إني إنسانة من غيره. ولما الباب بيتفتح كنت بتمنى الموت ولن يعيش معاه. خطواته كانت بتفكرني بعشماوي، في راجل وجوده في البيت نكد وهم، مخبر عايش معاهم، بيراقب كل حاجة وبيتخانق على أتفه سبب. حتى لو العيال بتحبه، الأم بتدفع تمن الحب ده من نفسيتها كتير. في واحدة قالت لي: الأمان في حياتي وقف عند تكة مفتاح أبويا الله يرحمه ودخلته علينا بالحضن. وفي ست قالت لي: ولا بيفرق معايا وجوده من عدمه، هو بيتعامل مع البيت على إنه أوتيل، يجي ياكل ينام يغسل هدومه يسلم على العيال ويجري يخرج مع أصحابه، ولا عارف يومنا كان عامل إزاي، ولا مين عيان ولا مين عنده تمرين. أعظم مشاركة ليه إنه يسمعنا وإحنا بنتكلم على عشاء. ورغم كل المعاناة اللي فاتت إلا إن في ست بتستنى على نار صوت تكة المفتاح. في ست بتحس بأمان غريب مع الصوت ده، بتحس إن البيت كان من غير سقف، من غير حماية، كانت وحيدة وبتستنى بفارغ الصبر اللحظة اللي بيوصل فيها الشخص اللي بيرسم ضحكتها. بتفرح بتكة المفتاح وبتستقبله بحضن، والعيال فرحانين إن أبوهم وصل، ويمكن في إيده كيس حلويات ولا هدية ولا حاجة كانوا طالبينها منه. بتحس إن البيت أخيراً بقى ليه سقف. رجالة كتير بتضطرها شغلها للسفر بالأيام والأسابيع والشهور أحياناً. الست اللي بتحب راجل أكتر حاجة بتفتقدها هي صوت تكة مفتاحه في الباب. بتنام وهي خايفة، مش علشان في خطر، بس علشان مفيش راجل في البيت. أو حتى لو مش خايفة بس حاسة بوحدة، شايلة المسؤولية لوحدها، مش محتاجة غير جوزها تحكيله وترغي معاه. الراجل اللي بيزرع حنية في قلب مراته بيرجع له أضعاف حب وحنان واشتياق منها ومن عيالها. والراجل اللي بيقسى على مراته وبيزرع فيها كسر بيتكسر وراه زير وبيعيش وحيد حتى لو حواليه بيت وعيال وست. بحس دايما إن الحياة عادلة جدا في إنها ترجع لنا بالظبط كل اللي زرعناه. في بيوت التكة بتفتح باب رحمة، وفي بيوت تانية نفس التكة بتفتح باب وجع. بس دايما لسه في أمل إن البيت يبقى أمان مش سجن، وإن الخطوة اللي بتدخل من باب البيت تبقى خطوة راجل حنين، راجل بيطبطب مش بيكسر، بيسند مش بيقتل. ربنا ما خلقش الجواز علشان يبقى حرب. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لو كل واحد زرع حب ورحمة، التكة هتفضل دايما صوت أمان مش صوت كسر قلوب. كل واحدة سمعت الفيديو ده مستناها تقول لنا في التعليقات صوت تكة المفتاح في بيتها معناه إيه؟ هل هو أمان ولا وجع؟